السلام عليكم. ينتسب للسادة المراغنة، وهم الذين تنحدر سلالتهم إلى العباس رضي الله عنه، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. إنه السيد جعفر المرغني، والد السيد محمد أبو بكر المرغني، والذي ولد في عام 1879 في حي حتأملو بمدينة مصوع الحبيبة، وقد أصبح فيما بعد زعيم الطريقة بعد السيد هاشم، ونعني بها طريقة المراغنة في إريتريا. وقد كان له مقام كبير في نفوس كل المسلمين بإريتريا، وكانت كلمته نافذة بينهم بدون أي اعتراض أو نقاش، حتى أن الحكومة الإيطالية كانت تعظمه وتحترمه، كما أنها تجعله واسطة بينها وبين المسلمين في كثير من الأمور. وكان يستقبل استقبال الملوك الفاتحين حين زيارته لأي مكان. ففي عام 1931 خرج من منطقة كرن إلى منطقة نقفة، فتسابقت إليه القبائل من أجل استقباله وإكرامه، كما أن له زيارات شهيرة في منطقة بارنتو مع جموع ضخمة من الأتباع والمحبين. وقد أسلم على يده أعداد غفيرة في تلك المناطق. انتقل بعد هذه الحياة الحافلة إلى الرفيق الأعلى، حيث توفي في تسني بعام 1944، وتم نقله إلى مدينة كسلة، حيث دفن بحي الختمية المعروف، ألا رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح الجنان.